أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم من خلال شاشة قناة نارت الشركسية في هذه الحلقة الخاصة احتفالا بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية. نحتفل اليوم كأردنيين من مختلف الأصول والمنابت في ذكرى المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، ونستقبل المئوية الثانية بكل فخر وعزيمة. فكما كان العهد من الأجداد سنبقى محافظين على هويتنا الوطنية الجامعة وإن اختلفت منابتنا، ولكن سنبقى جميعا تحت الراية الهاشمية مخلصين لهذا الوطن. حلقتنا اليوم تتكون من مجموعة من الرسائل من شخصيات ومؤسسات مختلفة، بالإضافة لعرض سرد تاريخي لأهم المراحل والإنجازات التي مرت فيها المملكة منذ تاريخ تأسيسها. ورح يكون في معنا فيديوهات وصور حابين نشاركها معكم، فخليكم معنا. اليوم نقف على أعتاب المئوية الثانية، ونحن نفتخر بأردن صلب قادر على تجاوز المصاعب والتحديات، ورغم كل المحن سنبقى أوفياء لهذا الوطن الشامخ. 100 عام من العز والفخر، 100 عام من الإنجازات والبناء، و100 عام من الإصرار والعزيمة. 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. ستستمر المسيرة بقوة أبنائه وحنكة قادته. 100 عام وحد بسيفك ما نبى. في بداية حلقتنا اليوم معنا رسالة أولى من سعادة العين الباشا خير الدين هاكوز، رئيس المجلس العشائري الشركسي. الله يمسيك بالخير باشا. مساء الخير يا هلا، الله يخليك وبارك فيك. بشرفنا وجودك باشا معنا. اليوم احنا بنحتفل على قناة نارت بخصوص المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية. بدنا رسالتك باشا للأردن ولجلالة الملك من خلال قناة نارت الشركسية. تسلموا وبارك الله فيكم الجميع، وإن شاء الله تعالى تظل هذه الأيام دائما نعتز ونفتخر فيها في أردننا، أردن المحبة والصمود دائما. في بداية حديثي بهني بحلول شهر رمضان المبارك جلالة سيدنا وسمو ولي العهد، وأهنئ الشعب الأردني كامل، وأهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية، وأسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا ونحن بألف خير، ورافعا عنا البلاء والوباء إن شاء الله تعالى. المئوية هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان كل أردني، وهي قصة وطن بني بإرادة وعزيمة قيادة هاشمية وشعب أردني صادق وأمين، مع قيادة الهاشميين ومنتمي لبلده ووطنه. وهذه المئوية مرت في مراحل عديدة، أهمها النشأة. ولا يسعني هنا إلا أن أترحم على ذاك السلف الطيب وذاك الجيل الذي تكاتف مع قيادته الهاشمية واحتضن العمل والولاء للقيادة الهاشمية، وبنوا وطنا صامدا يعمل فيها ليلا ونهارا شعبا من مختلف المنابت والأصول، سواء كان على شرق الأردن أو ذاك أو على الإقليم. وبشكل عام كانت مشاكل عديدة موجودة في شرق الأردن وفلسطين والإقليم بشكل عام، وهذه المشاكل العديدة حقيقة أثرت تأثيرا مباشرا، ولكن انتماء الشعب والالتفاف حول قيادته والعزم على بناء الأردن عملوا معا وبدأوا في نشأة هذا البلد، وبدأوا في مراحله الثانية وهي التطور والبناء. مر الأردن خلال هذه الفترة، خلال هذه المئوية، في مراحل عديدة، سواء كانت معارك فلسطين أو كان معارك الإقليم الموجودة أو الدول العربية التي مرت في ظروف متعددة ومختلفة، وكان لهذه الظروف تأثيرات مباشرة على الأردن. ولكن حكمة القيادة ووجود شعب متكاتف متعاون مع بعض تساعدوا معا
لبناء هذا البلد الطيب الذي نعتز ونفتخر فيه الآن. وأملي من الشعب الأردني وأملي من شبابنا ومن مختلف المنابت والأصول أن يعملوا دائما وأبدا متكاتفين متعاضدين، هدفهم بناء هذا البلد والمحافظة على ما قدمه الأجيال السابقة وما بناه الأجيال السابقة، ونعمل دائما وأبدا لدفع عجلة التطور وعجلة التقدم للأمام، ملتفين حول قيادتنا الهاشمية التي نعتز ونفتخر بها، وأن يرفع عناء العالم، عناء الوباء عن هذا البلد وعن العالم بأسره. وأننا نسأل الله العلي القدير الزيادة في التقدم والتطور والبناء، وأن يبقى الشعب الوفي الصادق، وأن يديم قواته المسلحة حامية الحدود، وأن يديم الأجهزة الأمنية التي تحافظ دائما وأبدا على أمن واستقرار هذا البلد في ظل قيادتنا الهاشمية. ونسأل الله العلي التوفيق لجميع متكاتفين متعاضدين عاملين مع بعض. جزاكم الله خير. كل الشكر والاحترام باشا، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم رمضان بالصحة والعافية يا رب إن شاء الله. شكرا باشا. بارك الله فيكم. في مشكلة بالصوت يمكن ريان. يمكن ريان أنميوت. بتاريخ 21 تشرين الثاني 1920 قدم الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان بالقطار بناء على طلب وجهاء العشائر والأحرار والوطنيين العرب. تم اتخاذ مبنى أطلق عليه مقر الدفاع الوطني. وفي نفس العام بدأت الحياة بالتطور، وتم صدور أول جريدة في الأردن وأطلق عليها اسم جريدة الحق يعلو. بتاريخ 2 آذار 1921 وصل الأمير عبد الله إلى عمان. بتاريخ 11 نيسان 1921 تم تشكيل أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طلع، وهو تاريخ تأسيس الدولة الأردنية. وبنفس العام تم تشكيل نواة الجيش العربي الباسل. وهلأ خلينا نشوف الفيديو التالي مع بعض. والمنى عربي الظلال والسماء، خافق في المعالي والمنى عربي الظلال والسماء، في الدرى والأعالي فوقها للرجال، في الدرى والأعالي فوقها للرجال، تاليا تاليا أبيضا. حيه في الصباح والسراب، في ابتسام الأضاح والشباب، حيه في الصباح والسراب، في ابتسام الأضاح والشباب، يا شعار الجلال واجتماع الجمال، يا شعار الجلال واجتماع الجمال، والإمام والإمام في الرمى.
والفداء واحتدام الضراب في المدى من نسيج الجهاد والفداء واحتدام الضراب في المدى من صفاء الليالي وانطلاق الخيال من صفاء الليالي وانطلاق الخيال ساجيا ساجيا طيبا سر بنا للفخار والعلا وادعنا للنضال تحفنا سر بنا للفخار والعلا وادعنا للنضال تحفنا في مجال التعالي وانفجار الزمان في مجال التعالي وانفجار الزمان ظافرا ظافرا أغلبا عدنا معكم مشاهدينا في الحلقة الخاصة للاحتفال بمئوية الدولة على قناة نارت الشركسية. وهلأ معنا مداخلة أخرى من الدكتور إبراهيم فروقة رئيس الجمعية الخيرية الشركسية المركز. دكتور إبراهيم مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة. العام بخير دكتور، بدي أسألك إيش بتحب توجه لنا رسالة للوطن وللجميع بمناسبة المئوية؟ تمام. بداية الله يعطيكم العافية وشكرا لقناة نارت على إتاحة هذه الفرصة لإيصال رسالة الجمعية الخيرية الشركسية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة المملكة الأردنية الهاشمية. بداية أعرف عن نفسي، أنا الدكتور إبراهيم فروق رئيس الجمعية الخيرية الشركسية. في البداية بأسمى آيات التهنئة وباسمي وباسم أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية المركز وفروعها ولجانها العاملين فيها والعاملين فيها، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم وللشعب الأردني بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. نحن كأردنيين من أصول شركسية، ومنذ أن وصل أجدادنا إلى هذا البلد الطيب عام 1878 بدأت رحلة الشراكسة في بنيان وإعمار هذا البلد، ووقفوا جنبا إلى جنب مع الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، وبذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم وقاتلوا مع أخوانهم الأردنيين من شتى الأصول والمنابت لتحقيق دولة مستقلة يسودها الأمن والأمان. ورغم الصعوبات والتحديات التي مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية، استمر الشراكسة على عهدهم ووقفوا أيضا جنبا إلى جنب مع الملك الباني الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، وسعوا في رفعة المملكة الأردنية الهاشمية وازدهارها. وكجمعية خيرية شركسية تأسست منذ عام 1932 إلى يومنا هذا، حملت على عاتقها الهدف السامي مساعدة أهلنا ومجتمعنا الحبيب. حمل الأجداد والآباء هذه الرسالة بأمانة وصدق، وتوارثها الأجيال إلى يومنا هذا. هذه الأمثلة السامية التي ضربها لنا الأجداد والآباء غرست فينا حب الوطن وحب التضحية والإخلاص للقيادة الهاشمية والعمل على ارتقاء هذا الوطن الحبيب. اليوم وقد حظينا بشرف خدمة أهلنا ومجتمعنا وبلدنا، وأن نحمل جزء من العبء في مساعدة شريحة من مجتمعنا تتطلع إلى الله تعالى وإلى الجمعية الخيرية الشركسية لمساعدتها في أمورها والارتقاء بها لحياة كريمة. لن نتوانى لحظة ولن نكل أو نتقاعس في خدمة أهلنا ووطننا الحبيب، ونحن على أبواب الدخول إلى المئوية الثانية
سنبقى على العهد ونكمل المسيرة، وسنبقى الأوفياء لجلالة الملك عبد الله الثاني والقيادة الهاشمية. حمى الله الأردن، وتستمر المسيرة ويستمر العطاء بإذن الله. بارك الله فيكم، وبارك الله في الأردن قيادة وشعبا ووطنا، وشكرا لكم. شكرا دكتور، شكرا كثير. ويعني كمان الجمعية الخيرية الشركسية من أوائل الجمعيات اللي تسجلت في الأردن وتاريخها قديم جدا، وإحنا بنفتخر بهذا الإشي، وشكرا كثير. يعطيكم العافية، بارك الله جهودكم. في المتابعة مع رسائلنا في معنا رسالة من الدكتور عزمي حجرات. تفضل، أهلا وسهلا دكتور عزمي. في مشكلة بالستاند. خذ وقتك دكتور، معك احنا إن شاء الله. هاي مشكلة كورونا. اليوم كان ممكن نكون بالاستوديو ويكون معنا الضيوف بطريقة أفضل، ولكن بحكم كورونا بدنا نستخدم الإنترنت والمواقع، فيعني بدنا نتحمل بعض. أهلا وسهلا دكتور. أنا ما عم بسمع، إذا في حدا سامع الدكتور؟ لا. ما في صوت. طيب، فريق الإعداد ممكن نرجع نتواصل مع الدكتور عزمي مرة تانية، وبس يفوت معنا على خط مرة تانية بنرجع بناخده. تمام. لحد ما نحل المشكلة التقنية بنكمل معاكم أعزائنا المشاهدين، وهلأ بدنا نحضر كمان فيديو بنرجع معكم في البرنامج الخاص احتفالاً بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية. ها قد كللناها 100، ها قد كللناها 100 بأركان هاشمية شيدناها، ومن العلياء صاغ لها الحماة قصيدة وجد أزلية. فأضحت أردننا اليوم موئلا عربيا، وصار الإباء لها هوية. أميرة فمليكة فأم جمعتنا سوية. بعنفوانها المعهود توشحت رايتها الملكية، ولا زالت على المدى تعتد بذات البندقية. بلادي سنبقى نذود عن حماك يا قلعتنا العلية، وسنبقى ننسج لك من أهداب العيون عباءتك البهية. بلادي قد كبرنا فيك مثلما على أرضك الشجر الطيب يكبر. على أرضك الشجر الطيب يكبر. 100 عام وتستمر المسيرة. مئة عام وتستمر المسيرة، ونحن مستمرون مع رسائلنا. ومرة تانية نرجع الدكتور عزمي حجرات، الله يمسيك بالخير. يسعد مساكم ويعطيكم العافية إن شاء الله، وسامحونا على هالعطل اللي صار من جهتنا. بالعكس، ما في مشكلة. وبداية في هذه المناسبة بحب أرفع لجلالة الملك أجمل آيات التهنئة والتبريك بمرور 100 عام على تأسيس الدولة، وأيضا بنحكي علمنا إن شاء الله دوم عالي بالعلالي بمناسبة العلم الأردني. بهذه المناسبة مرور 100 عام هي مناسبة ليست مناسبة صغيرة، لا يجب أن تمر مرور الكرام. فعشان هيك تسمحوا لي أني أتحدث في بعض النقاط عدا عن التهنئة والتبريك.
حقيقة الأردن اليوم عم بيعيش في ظل نتائج الثورة العربية الكبرى ومبادئها اللي انطلقت في عام 1916، الأمر اللي ساهم بالحفاظ على الاستقرار السياسي على مدى 100 عام في منطقة ساخنة شهدت الكثير من الانقلابات والنزاعات المسلحة والاشتباكات داخل هذه المنطقة. الهاشميين خلال 100 عام في هذه المنطقة استطاعوا أنه يحققوا الثقة والرضا المتبادل بين السلطة الملكية والمجتمع الموجودين فيه، وتمكنوا خلال هذه الفترة من إرساء الديمقراطية في إدارة الدولة. كون الأمن والاستقرار الحقيقي اللي إحنا بدنا إياه يجب أن يكون عميق، يستند إلى ثقة عميقة متبادلة بين السلطة والمجتمع، وهاي الأمور لا تأتي إلا عن طريق ديمقراطية حقيقية وعن طريق تنمية مستدامة. وبسأل حالي دائما، ويجب أن جميعا نجاوب عن هذا السؤال بعقلانية وتروي، لماذا الهاشميين؟ ليش دائما بنحكي الهاشميين هم صمام الأمان وهم يجب أن يحكموا في الأردن أو في أي مكان؟ إذا بنرجع للدراسات والمصادر التاريخية بنجد أن الهاشميين تحملوا مسؤولية قيادة الأمة منذ فجر التاريخ، منذ فجر انطلاق العروبة في الجزيرة العربية. وأيضا هذا الشيء لم يأتي محض صدفة، كان بناء على نتيجة تطورات وتجارب وخبرات حصلوا عليها في المرحلة القيادية، أثبتت كفاءتهم وتميزهم على كافة المستويات، مما مكنهم من نيل احترام العرب وتقديرهم لهم قبل الإسلام. لاحقا الإرادة السماوية أرادت أن تمنحهم مزيد من العز والجاه بظهور سيدنا محمد، ببعث سيدنا محمد رسول وخاتم للرسل والأنبياء من بني هاشم، فتعززت مكانة بني هاشم مش فقط بين العرب والمسلمين بل على مستوى الخلق أجمعين. وبهاي المناسبة حاب أحكي ماذا قدم الهاشميين، وهذا الحديث راح أطرحه على 4 محاور في عجالة حتى ما أتأخر عليكم. المحور الأول راح أحكي في الثورة العربية الكبرى، المحور الثاني في قيام الدولة، المحور الثالث في شرعية الهاشمي بحكم الأردن، المحور الرابع راح أطرحه في القضية الفلسطينية. فيما يخص الثورة العربية الكبرى، الثورة العربية الكبرى حصلت بناء على معطيات عدة. صار دور الخليفة ضعيف، الجمعيات الأناضولية بدأت تأخذ الدور في الساحة، سيطرت على الحكم، بدأت تعمل على التتريك وطمس الثقافات الأخرى، تقتل العرب، تجهلهم، تفقرهم. فكان هناك سعي من العرب لإيجاد قيادة موحدة وجامعة لهم، وكان الاتفاق على الحسين بن علي رحمه الله شريف مكة في هذا الوقت، لأنهم بيعرفوا أنه الهاشميين سيلتف حولهم العالم. وانطلقت الثورة العربية الكبرى في العام 1916، وكانت قائمة على مبدأ المؤاخاة والقومية بين القومية والعربية والإسلام. وهذا الشيء بنقدر نشوفه في رد الشريف حسين بن علي على مكمهون، لما طلب مكمهون من شريف حسين يستثني الساحل اللبناني لأنه في مسيحيين، فرد عليه بعبارته الشهيرة: إنها بلاد عربية محضة، ولا فرق بين العربي والمسيحي والمسلم، فإنهما أبناء جد واحد. واستشهد بعبارة الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب حين قال: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما فيما يخص بناء الدولة الأردنية خلال هال100 عام، فهي حقيقة تبدأ من المغفور له الملك عبد الله الأول، اللي انطلق في آذار 1921 وأصبح لاحقا ملك في عام 46. وغدا الأردن هو الوريث الشرعي لنهضة الثورة وقيامها ومبادئها، ولا زلنا نعيش على هذه المبادئ. حقبة الحكم استمرت من 21 حتى 51، واستشهد جلالة الملك على أدراج المسجد الأقصى، ولا زالت أدراج المسجد الأقصى تشهد في هذا الموضوع. لاحقا اجى تلا جلالة الملك طلال الذي استمر حكمه لمدة 2 لم يستمر أكثر من ذلك. وما ميز حكم الملك طلال رغم قصره أنه وضع دستور يحكم العلاقة بين الملك والسلطات الدستورية أو التشريعية في الأردن والتنفيذية، وهذا التقسيم مهد للديمقراطية في الأردن اللي احنا قائمين عليها الآن في هذا الوقت. في مرحلة البناء بدأت في عهد الملك حسين، ورغم صعوبتها وخطورتها في تلك الفترة كان الأردن مهدد من كثير من النواحي، ولكن استطاع جلالة الملك حسين من يوم استلامه الحكم في سنة 53 أن يبني المؤسسات والدستور، واستطاع أن يعرب الجيش ويعلن أن الأردن دولة مستقلة في كيانها وإدارتها ومؤسساتها. وهذا العمل أيضا المميز لجلالة الملك حسين لا زال يخط في
كلمات من ذهب. واهم بند اراه فيما قدم الملك حسين صراحه هو مجانيه التعليم واتاحه التعليم للغني والفقير على حد السواء. بطل التعليم حكر للغني والفقير ما يتعلم. ولاحقا بعد ما ارتحل جلاله الملك حسين الى الرفيق الاعلى رحمه الله، وبدات مسيره الاردن في التعزيز والحفاظ على المنجزات في عهد الملك عبد الله الثاني في 7 شباط 99، ليحافظ الملك عبد الله الثاني على الارث اللي حمله من الهاشميين في الوسطيه والاعتدال في الحكم والتعامل في القضايا العالميه. وحمل ايضا جلاله الملك عبد الله الثاني رساله الاسلام ورساله القضيه الفلسطينيه الى كل العالم. اما شرعيه الهاشميين في حكم الاردن، واللي اتمنى صراحه انها تكون ضمن المنهاج التعليمي في الاردن، لانه جزء من التاريخ الاردني اللي يجب كل مواطن في الاردن يتعلمه. الهاشميين ما اجوا من فراغ على الاردن وحكموا الاردن. الهاشميين لم يكن لديهم اطماع في حكم دوله، ولكن كان الهدف الوحيد لهم تحرير العرب واعطائهم الحريه التي يستحقونها. ولكن العشائر الأردنية في منطقة شرق الأردن بعد ما هزم التركي وخرج من منطقة الأردن أدركوا أهمية وجود قيادة تجمعهم وتوحدهم من جديد حتى يقدروا ينموا في ظل التغيرات السياسية. فكان عندهم وعي لهذا البعد، فتوجهت شخصيات من الأردن 12 شخصية في هذه الفكرة، وأرسلوا مندوب عنهم سعد خير، وأيضا رافقوا عودة أبو تايه إلى سمو الأمير عبد الله في ذاك الوقت، والتقوا في فمعان وطلبوا منه القدوم إلى عمان لتوحيد عشائر شرق الأردن. وبدأت المسيرة بالانطلاق، واستقبلت خلال المسيرة من معان اللي انطلقت في 1 آذار على طول خط سكة الحديد إلى عمان كافة القبائل الأردنية بالأهازيج والترحيب. لما دخل عمان بدأت رسائل الولاء والبيعة تأتي إلى جلالة الملك عبد الله رحمه الله، فأصبح لدينا المملكة إمارة شرق الأردن اللي تطور لاحقا إلى الأردن. أما فيما يخص قضية فلسطين، الأهم في حياة الهاشميين، ولا زال قبر الشريف الحسين بن علي شاهد على ارتباط الهاشميين في القدس، والأقصى لا زال موجود في الأقصى رحمه الله. الهاشميين توارثوا جيل عبر جيل مسؤولية القضية الفلسطينية، وحملوها ومشوا فيها ودافعوا فيها. ولولا دفاعهم عن الأقصى وعن المقدسات لكان اليهودي حتما عمل العجائب فيها. وبرغم القرار العربي اللي صدر بناء على طلب عربي فلسطيني في مؤتمر رباط في عام 88، إلا أن الحسين بن طلال رحمه الله أصر وحصل على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، ولا زالت هاي الوصاية مستمرة. ومن أبرز الجهود أيضا التي قاموا فيها الهاشميين في الوقت اللي ماتت فيه القضية الفلسطينية أو صار فيه لها إهمال، هو ما قام فيه جلالة الملك عبد الله الثاني في 7 آذار 2007 لما وقف أمام الكونغرس والنواب الأمريكي وألقى الخطاب العالمي الشهير له حول القضية الفلسطينية، واللي تميز بالعقلانية وكان موزون، وأعاد القضية الفلسطينية من جديد إلى الساحة. اللي بقدر أحكيه، القضية الفلسطينية للهاشميين هي جوهر حياتهم، لا يستطيعون التنازل عنها، ليس باعتبارها قضية عربية، ولكن بيعتبروها مسؤولية دينية وقومية عربية لهم، بارتباطهم بسيد الخلق محمد ولأنهم من نسل آل البيت. فهذا الارتباط تاريخي وحمل كبير عليهم، وبنتمنى لهم التوفيق، وإحنا دائما داعمينهم. أنا أعتذر للإطالة إذا أطلت، ولكن حبيت بهاي المناسبة أني أقدم لمحة مختصرة في 4 دقائق عن 100 عام، وأنا أعلم أني لا أستطيع أن أقدم أكثر الحقائق كلها، ولكن هاي موجز يستطيع الإنسان أنه يدرك ماذا حدث للأردن خلال هال100 عام وشو الهاشميين عملوا. وشكرا لكم على هذه الدعوة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير جميعا. وانت بألف خير. شكرا كثير دكتور عزمي. وصراحة يعني أنا ما خليت لنا إشي نحكيه في السرد التاريخي، يعني صحيح ما شاء الله عليك أبدعت. وهاي كمان مقدمة لسلسلة حلقات قادمة، وإن شاء الله راح تكون ضيفنا ونحكي راح نحكي بالأمور بشكل أوسع إن شاء الله. شكرا كثير دكتور، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير جميعا. شكرا لكم على الإضافة. استمرت الحياة بالتطور والبناء، وبتاريخ 25 آب 1934 تم إعلان الشعار الرسمي للدولة الأردنية،
وفي تاريخ 25 أيار 1946 تم إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ونودي بجلالة الملك عبد الله الأول ملكا دستوريا عليها. لم يكن الوضع السياسي الداخلي والخارجي سهل على الأردن، حيث أنه واجه العديد والكثير من التحديات، ومن أهمها في تلك الفترة الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948، وكان ختام تلك المرحلة استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على أبواب المسجد الأقصى. ومعنا هلأ مداخلة ورسالة أخرى من معالي الدكتور محي الدين توق. أنا بس كأني قرأت إنه في تكنيكال، بالضبط تكنيكال إيشو لسه ما زبط. خلينا نكمل برسالة أخرى من سعادة النائب السابق قيس زيادين، وبعدين نرجع ناخذ بس يزبط الموضوع عند الدكتور معالي الدكتور محي الدين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وهذا الوطن بخير. 100 عام مرت منذ ولادة هذا الوطن، 100 عام كانت حافلة بأحداث محلية وإقليمية ودولية من العيار الثقيل. هذه الأحداث كانت كافية على هد حيل أي دولة، لكن الأردن حيله لم يهد، بقي قويا عصيا منيعا على كل ما حصل. وها نحن اليوم نقف على أعتاب مئويتنا الثانية، هذه المئوية التي علينا جميعا كقوى سياسية أن نجلس وأن نتفق على ما هو شكل الأردن الذي نريد. نحن مثلا في التيار المدني نقول نريد وطنا حديثا، نريد دولة حديثة مدنية مبنية على أسس سيادة القانون، المواطنة والعدالة الاجتماعية في مئويتنا الثانية. علينا أن نبدأ وأن نعمل بذلك الاتجاه، علينا أن نعمل على تمتين وإعلاء الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، هذه الهوية المهمة بمواجهة الهويات الفرعية، لأن العنصرية والإقليمية والجهوية والطائفية لا تبني أوطانا بل تدمرها. اجتزنا 100 عام بدولة قوية، أنجزنا الكثير، وهذه الإنجازات علينا أن لا ننساها، وعلينا أن نعلمها لأولادنا وأحفادنا من بعدنا كيف وصلنا إلى تلك المرحلة. لكن اليوم علينا أن نبني أكثر لمئويتنا الثانية، علينا أن يكون عندنا خطة واستراتيجية كيف نصل إلى دولة حديثة متينة مدنية ديمقراطية مبنية على الأسس المواطنة والعدالة الاجتماعية والأمان الاجتماعي، حقوق الإنسان إلى آخره. هذا ما يمتن جبهتنا الداخلية. كل عام والوطن بخير، كل عام وسيد البلاد بالخير، كل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام. سنبني وطنا نحتفل به بمئات المئويات القادمة. هذا هو الأردن الذي نريد. شكرا لكم. وهلا نحل العطل التقني، ومعانا معالي الدكتور محي الدين توق. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا، يا مرحبا. مساء الخير واهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير والوطن بخير ان شاء الله. دكتور تفضل، شو بتحب توجه رسالة بمناسبة مئوية المملكة الأردنية الهاشمية؟ اولا شكرا لتلفزيون نارت القائمين عليه ومشاهدينه ومستمعينه لهذه المبادرة الطيبة. بداية لابد من أن أهنئ جلالة القائد الملك عبد الله الثاني المعظم قائد المسيرة والشعب الأردني برمته بهذه المناسبة الجليلة، وهي مرور 100 عام على إنشاء الدولة الأردنية ممثلة بالإمارة فيما بعد، وعند الاستقلال ممثلة بالمملكة ووحدة الضفتين. الذي يتتبع تاريخ هذه الدولة كان العديد من الناس يعتقدون بأنها دولة مؤقتة ودولة عارضة وستزول مع الوقت،
ولكن والحمد لله الآن نحتفل بمرور 100 عام على قيام هذه الدولة، وإن شاء الله ستستمر لمئات أعوام قادمة بهمة الجميع وتكاثف القيادة مع الشعب في بناء دولة حديثة تقوم على أسس المشاركة والعدالة والمساواة واحترام القانون واحترام الحقوق. عندما أنشئت الدولة التقى المشروع السياسي لعشائر وقبائل الأردن في سنة 1920 مع المشروع السياسي لمفجر الثورة العربية الكبرى الشريف حسين. والشعب الأردني في ذلك الوقت طبعا كان في معظمه من العشائر والقبائل، لم يكن موحدا وكان متفرقا، ولكن كان همه وطني يسعى إلى استقلال الأراضي العربية جميعا. ولذلك التقى المشروعان، المشروع الأردني والمشروع السياسي للثورة، وبدأت إمارة شرق الأردن على هذا الأساس. قد لا يعلم الجيل الجديد بأنه عندما وصل الأمير عبد الله إلى معان وفيما بعد إلى عمان، هبت القبائل والعشائر الأردنية إلى استقباله والترحيب به ووضع يدهم في يده. وكان مع هذه القبائل التي استقبلته ورحبت به العشائر الشركسية، وكان على رأسهم في ذلك الوقت سعيد باشا المفتي. وفيما بعد ب10 سنوات عندما تعرضت البلاد إلى غزوات من الجنوب، هبت أيضا العشائر الشركسية إلى الدفاع عن الوطن الجديد، وبرز من المقاتلين في ذلك الوقت وصفي باشا مرزا. وفيما بعد في تاريخ المملكة ظهر العديد من الضباط والمقاتلين الشراكسة والجنود الذين أسهموا مع إخوتهم العرب بمختلف فئاتهم في بناء هذه الدولة والحفاظ عليها من كافة التهديدات الداخلية والخارجية. نتيجة لذلك عندما قامت الدولة الأردنية قامت على مجموعة ثوابت ولا زالت حتى هذا اليوم تلتزم بهذه الثوابت، ومنها مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والاستقلال ووحدة الأراضي، ومنها أيضا الحفاظ على التراب الوطني من خلال جيش قوي وقوة أمن فاعلة تحافظ على الأمن الداخلي وتصون الدولة من الهجمات الخارجية، ومنها أيضا تنظيم الشأن الداخلي وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والنقل وغيرها، ومنها كذلك ضمان العدالة بين الناس وترسيخ حكم القانون، ومنها كذلك تنظيم الإدارة العامة للدولة ورفع كفاءتها وفاعليتها في البناء وفي مواجهة التحديات. وأستطيع أن أقول بأنه لم يمر عقد واحد من الزمان منذ تأسيس الإمارة والمملكة فيما بعد إلا وواجه هذا البلد الطيب تحديات، وبعضها كانت تحديات قاسية جدا، ولكنه كما قلت بالتلاحم والترابط ما بين القيادة والشعب تمكنا من تجاوز كافة هذه المشاكل والصعاب التي واجهتنا، وسنتمكن أيضا من مواجهة بعض الصعاب التي تواجهنا في الوقت الحاضر. والذين عاصروا تأسيس الدولة يعرف ما أقول. مرت على الأردن فترات
كان كيان الدولة فيها مهدد، ومهدد بشكل أساسي، ولكن تمكنا والحمد لله من الانتصار على هذه التحديات، وصمدنا وسنصمد بإذن الله. نحن الآن على عتبة المئوية الثانية، ويجب أن ندخل هذه المئوية بإصرار وعزيمة ثابتة، بأنه كما انتصرنا في الماضي سننتصر في المستقبل أيضا بإذن الله. ولذا لابد من أن نضع أنفسنا على مشارف الألفية الجديدة بقوة وثبات، تستند إلى تراص الصفوف جميعا من مكونات هذا الوطن الجميل، ومن المشاركة الفاعلة من قبل الجميع في عملية البناء والتطوير والمحافظة على المكتسبات، وترسيخ حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة بمختلف أشكالها، وإعلاء القيم الأساسية الثابتة التي انطلق منها الأردن والتي تبنى عليها المجتمعات الحديثة. أتمنى التوفيق لبلدنا بقيادته الحكيمة وبإصرار شعبه على النجاح والبقاء والاستمرار والمشاركة في بناء ليس هذه الدولة التي نعتز بها فقط، وإنما أيضا المشاركة في بناء الإقليم الذي نعيش ضمنه، لأن سلامنا في حقيقة الأمر يعتمد على سلام الإقليم، وكذلك المشاركة في البناء العالمي وترسيخ دعائم السلام في مختلف أرجاء العالم، وبالذات فيما يتعلق بإرساء السلام والحقوق في فلسطين، وتمكين الشعب العربي الفلسطيني الذي يوجد منه أعداد هائلة في داخل الأردن أن يتمكن من تحقيق آماله وطموحاته في وطن قومي مستقل له، كما هو حق لكل الشعوب في العالم. إن شاء الله سيكون مستقبلنا أفضل من ماضينا، ونأمل بأن يشارك الجميع في عملية البناء بكفاءة وبفاعلية وإخلاص. معالي الدكتور محي الدين طوق، شكرا كثير لك وشكرا لمداخلتك، وكل عام وانت بألف خير يا رب. شكرا لكم، وكل عام وانتم والوطن بألف خير إن شاء الله. شكرا دكتور. ما زلنا معكم في الحلقة الخاصة للاحتفال بالمئوية، وشكرا كان معنا معالي الدكتور محي الدين طوق اللي يعني فعليا أعطانا أمل كتير كمان إنه هاي الصعوبات اللي عم نمر فيها مش جديدة على الأردن، ومع هيك دائما كنا قادرين نرجع أقوى من قبل، واللي ذكرنا كمان في قيم الثورة العربية الكبرى، وإن شاء الله نكون قد الحمل والمسؤولية. ورح نستمر معكم في السردية التاريخية. وصلنا ل 6 أيلول 1951 لما تولى جلالة الملك طلال سلطاته الدستورية، وبتاريخ 9 أيلول تم المناداة بالأمير الحسين بن طلال وليا العهد. وزي ما حكى الدكتور عزمي حجرات قبل هيك، هاي الفترة كانت قصيرة جدا، لكن بالرغم من قصرها تميزت بازدهار القوانين والأحكام الناظمة للمملكة الأردنية الهاشمية. وهاي الفترة توجت أيضا بصدور الدستور الأردني عام 1952. والأسباب صحية تم إنهاء ولاية جلالة الملك طلال، وتم المناداة بالأمير الحسين بن طلال ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية سنة 1952. والملك حسين تولى سلطاته الدستورية بسن 18، وبرغم صغر سنه لكنه قاد الأردن بحكمة وبحنكة، وبدأ في عهده البناء والتطور في شتى مجالات الحياة، وأصبح هو الملك الباني. وهلأ بدنا نحضر معكم كمان فيديو وبنكمل حلقتنا بعدين.
وتستمر المسيرة مرة أخرى معنا أيضا، وعلى أنغام الموسيقى الشركسية نكمل البرنامج الحلقة الخاصة بمناسبة مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، وبنكمل بسردنا التاريخي. بعد استلام الملك الحسين سلطاته الدستورية عام 1953 بدأت رحلة البناء، ومن أهم المفاصل بتاريخ الدولة هو تعريب قيادة الجيش العربي عام 1956، ومن ثم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية بال57، وتوالت الإنجازات حيث تم تأسيس أول جامعة أردنية وتأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية، وبعدها تم إنشاء التلفزيون الأردني. وعلى صوت الشهيد خضر شكري حين تشهد بعالي الصوت: الهدف موقعي ارمي ارمي. تجلت الكرامة بانتصار الجيش العربي الأردني الباسل على العدو الصهيوني في معركة الكرامة التي سطرت اسم الأردن عاليا في سماء العز والفخار. وهلأ رح نكمل مع رسالة أخرى من السيد عمر شقم رئيس النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة الوطنية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وبصفتي رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي تأسس عام 1944، أي بعد 23 عام من تأسيس الدولة الأردنية من قبل الشراكسة، فهم من أهم بناة الدولة الأردنية التي تأسست في 11/4/1921. فيسعدني ويشرفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأدام عزه وملكه، وإلى ولي عهده سمو الأمير الحسين حفظه الله وحفظ أبناء الوطن الغالي. لقد تطورت الرياضة في الأردن منذ نشأة الدولة الأردنية بدعم العائلة الهاشمية وتشجيعهم الدائم والمستمر للأندية الرياضية وللرياضيين، وكلنا أمل أن يستمر هذا الدعم لضرورة المحافظة على تنمية قدرات الشباب والشابات الجسدية ومشاركتهم الفاعلة في المحافل العالمية ممثلين للأردن بكل فخر واعتزاز. فالأندية في الأردن لها دور كبير ورئيس في احتواء الشباب والشابات رياضيا وثقافيا وفنيا واجتماعيا، ونشر الفكر الإيجابي والمحافظة على القيم والأخلاق وتطوير قدراتهم الذهنية والجسدية، وبناء وتطوير قدراتهم الريادية والعملية، والابتعاد عن الآفات الاجتماعية والإرهاب الفكري، وتنمية روح العمل الجماعي المنتج والبناء من خلال مشاركة أبناء المجتمع المحلي في كافة الأنشطة التي سبق وذكرناها. فألف باقة فخر واعتزاز لما تم إنجازه خلال 100 عام السابقة، وتحية الأمل للانتقال إلى المرحلة القادمة من البناء والتنمية والتطوير لضمان سبل العيش الكريم لكافة أبناء الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية، حفظهم الله وحفظ الأردن والأردنيين بألف نعمة وخير وإنجاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هاي رسالة السيد عمر شقم رئيس النادي الأهلي. وهلأ بناخذ كمان رسالة من السيد عاهد صواي صوبر رئيس جمعية قامة التعاونية للمنفعة المتبادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس وقيام الدولة الأردنية الحديثة، وبمناسبة دخول الأردن في مئويته الثانية، وبالأصالة عن نفسي وكافة أعضاء جمعية قامة التعاونية للمنفعة المتبادلة، نهنئ أنفسنا ونبارك مملكتنا الحبيبة بذكرى تأسيس وقيام الدولة الأردنية الحديثة، هذه الدولة التي نفخر بالانتماء إليها ونفاخر بها الدنيا في ظل النهج الهاشمي الكريم، حيث صنع الأردنيون وشيدوا بروجا وسياجا منيعا ليكونوا في مقدمة الشعوب العربية والإسلامية بفكر أردني وهاشمي ذي متانة بالعلم والعمل،
والتخطيط لمستقبل زاهر لأبناء هذا الشعب الأبي الذي سكن في قلوب الهاشميين، وسكن الهاشميون في فكر وقلوب هذا الشعب. إن ذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية ما هي إلا حصائد الفكر الهاشمي وتضحية الهاشميين في بناء دولتهم، دولة هاشمية قوية متينة الأركان تحوي جيشها العربي الشامخ وأجهزتها الأمنية وكافة مؤسسات الدولة وشعبا له إرادة قوية. وبهذه المناسبة الغالية يقف الأردنيون جميعا كما هم على الدوام متمسكين بمبادئهم التاريخية النبيلة، حاملين رسالة السلام والإسلام، ومجددين العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، عاقدين العزم على ديمومة نماء واستقرار وصمود وطنهم. حمى الله الوطن قيادة وشعبا. رئيس جمعية قامة التعاونية عاهد صواي صوبر. شكرا تلفزيون نارت. وتوالت الإنجازات، وتم تأسيس المدينة الطبية عام 1973، ومن يومها أصبح الأردن رائداً في القطاع الصحي بين الدول المجاورة. وعلى الصعيد السياسي كان عام 1989 بداية لعودة الحياة الديمقراطية، وتعتبر فترة الملك الحسين بن طلال هي الفترة الأطول في الحكم الهاشمي، وأصبح الأردن رقماً صعباً إقليمياً وعالمياً. بالرغم من كل المحن اللي شهدها الوطن الغالي، وبالرغم من كل التحديات وشح الموارد، إلى أنه كان حصنا منيعا قويا بحنكة القائد وصمود المواطن. والآن معنا رسالة أخرى من الباشا ممدوح نباص، رئيس منتدى الحاكمية والحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بجزيل الشكر والعرفان باسمي وباسم أعضاء منتدى الحاكمية والحقوق لقناة نارت العزيزة على قلوبنا، كما يشرفني في هذه المناسبة الوطنية والقومية أن أرفع لمقام جلالة القائد الأعلى ولسمو ولي العهد الأمير حسين حفظهم الله ورعاه أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وبمناسبة شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. في هذه المناسبة الوطنية والقومية الكبيرة في وجدان الأردنيين ذكرى تأسيس مئوية الدولة الأردنية، وهي تحكي قصة وطن بني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار. هذا اليوم الذي نحتفل به بمرور 100 عام على تأسيس إمارة شرق الأردن، هنا بحق نتذكر جميعا كأردنيين ونحن نحتفل في مئوية الدولة الأردنية. فهذه الدولة دافعت عن حدودها وقضايا أمنها بكل شرف وأمانة على مدار 100 عام، حيث تحملت العبء الكثير واستطاعت أن تبني جيشا قويا متينا لكافة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية بإرادة وعزم الأردنيين. وإنني في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أشيد بدور المجتمع الشركسي في بناء الدولة الأردنية، حيث خدموا في جميع مفاصل الدولة الرئيسية المدنية والعسكرية والأمنية، متبوئين مناصب عليا متقدمة. حمى الله أردننا الغالي وحفظ الله جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية وسمو ولي العهد الأمير حسين حفظه الله ورعاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس منتدى الحاكمية والحقوق اللواء ركن المتقاعد ممدوح نباص.
وبناخذ هلأ كمان رسالة من السيد ينال حتك نائب رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. بسم الله الرحمن الرحيم. شبش حشقو أدي خير نبجوخر قرار سو أدي يشغل كابزم يزجر كوب ما فأبشي شقوة أو نيباتي قرالوه أردنم ينبجر لس شخو يما فجنباي شنو خوخ شقوة أو. أعزائنا الأردنيين، باسم الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية إحدى مؤسسات المجتمع المدني الشركسي في الأردن، نهنئ أنفسنا ونهنئكم بمرور 100 عام على إنشاء أردننا العزيز، المملكة الأردنية الهاشمية، التي نتجت بفعل الثورة العربية الكبرى وقيادتها الهاشميين الأحرار الأبرار أحفاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدولة التي أنشأناها قبل 100 عام على أكتاف أجدادنا الشراكسة وغيرهم من شتى الأصول والمنابت، من الحجاز، من الشام، من شرقي النهر ومن غربيه، من الشركس والشيشان، قامت دولتنا. 100 عام مرت. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر دولتنا مئات السنين، ونبارك لجلالة سيدنا المفدى الملك عبد الله الثاني حسين أولا، وللأسرة الهاشمية ثانيا، ولجميع الأردنيين عيدنا المئوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهلأ بدنا ناخذ كمان فيديو وبنرجع بنكمل معكم بحلقتنا الخاصة بمناسبة مئوية المملكة الأردنية الهاشمية. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم. وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام. فيديو أكثر من مؤثر صراحة، ولا يمل، كل مرة بنسمعه يعني بصراحة شيء جميل جدا. بعد وفاة الملك الحسين طيب الله ثراه، تولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية عام 1999، وبدأت مرحلة الازدهار، وبخطوات ثابتة راسخة قام الملك المعزز بالسير قدما نحو العالمية، حيث أصبح جلالة الملك نموذجا للملك الحكيم والأب المحافظ على أبناء شعبه، وأصبح الأردن مثالا للأمن والأمان، وخاصة أننا نعيش بمحيط ملتهب من جميع الجهات. لم يكن من السهل الحفاظ على الموقف الثابت تجاه القضايا المركزية بالنسبة للأردن. نعلم تماما أن الأردن يتحمل عبء مواقفه المشرفة، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والذي بات جليا للقاصي والداني أن جلالة الملك عبد الله الثاني لن يتنازل عن شبر واحد من تراب الوطن أو كرامة شعبه. راهن الكثير من الحقودين وأشباه المعارضين على استرجاع الباكورة والغمر، إلا أن موقف جلالة الملك الثابت كان بمثابة طلقة في صدورهم، لأننا اليوم نحتفل بالمئوية وأرضنا لنا، ولم نتنازل عنها رغم كل الضغوطات والتضييقات. وبعدها قام جلالة الملك بفك أسر 2 من أبناء الوطن من سجون الاحتلال الصهيوني بدون تقديم أي تنازلات. والآن معنا رسالة أخرى من السيد مازن شابسوغ رئيس ديوان شراكسة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مئوية تأسيس الدولة الأردنية هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين،
تحكي قصة وطن بني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، والذي نحن الشراكسة كنا وما زلنا وسنبقى جزءا مهما في هذا الوطن. إن أجدادنا وآباءنا قدموا أرواحهم شهداء في سبيل نهضة أردننا، ونحن وأبناؤنا وأحفادنا مستمرين على نفس العهد والدرب بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، وكل عام والأردن بألف خير. لساتنا مستمرين معكم مشاهدينا في الحلقة الخاصة للاحتفال بالمئوية، وبدي أتأكد بس اليوم معنا معالي الدكتورة نانسي باكير موجودة معنا على الهواء هلأ؟ لا لسه مش موجودة. تمام، رح نستناها لتوصل إذن. وخلينا معناته قبل ما توصل معالي نانسي باكير نحضر الفيديو ونرجع نكمل بالحلقة الخاصة بالاحتفالات. الملك المعزز، حمى الله بلدا يحكمها حكيم عظيم، رسخ مفهوم الحكمة والعدل، وصنع من التحديات النجاح. نحن متمسكين بالأمن والاستقرار، أنت واحة أمن الأردن وازدهارها. نكبر فيك سيد القائد الأعلى، ستبقى سدا منيعا رغم كل المؤامرات، ستبقى عميد آل البيت من الأشراف الطاهرين. حامي الحيمة، مهما تكلمنا نعجز عن مدحك مولاي. الآن معنا على الهواء مباشرة معالي نانسي باكير بالنيابة عن نادي خريجي جامعات ومعاهد نالتشيك. مساء الخير. أهلا وسهلا، أهلا بكم. كل عام وأنت بخير، كمان بمناسبة رمضان والمئوية. وأنت بخير والجميع بخير وبرنامجكم بخير، ونار تي في، قناة نار تي في المحببة إلى قلوبنا بخير. وسعيدة جدا بهذا اللقاء. والله وأنا يعني عن جد فعلا يا ريت لو ظروف أحسن، يعني أنا كنت بتمنى إني أتعرف عليك يعني وأقعد معك فيس تو فيس يعني، بس الظروف ما تسمح. إن شاء الله قريبا يا رب. الخير بالجايات حبيبة قلبي، تسلمي لي. إن شاء الله إن شاء الله. طب معاليكي شو رسالتك؟ أنا نعم. هلا على الهواء؟ يس على الهواء. على الهواء معنا. طيب أنا ما بقدر أحكي غير بعواطف، لأنه طبعا مش محضرة كلمة أو رسالة مكتوبة، لكن عم بحكي من القلب. طبعا أول إشي بشكر قناة نار تي في على هذه المبادرة الرائعة وفي الوقت المناسب وفي مناسبة كتير مهمة. يعني كم من مرة رح يصح له الواحد إنه يشارك بذكرى مئوية بلده، يعني هي فرصة نادرة. فشكرا لكم. تنين بهني الأردن قيادة وشعبا وحكومة ومؤسسات أهلية والجميع بهذه المناسبة الوطنية المهمة، لأنه هذه مناسبة يعني بتعز علينا جميعا وجميعا مشاركين فيها. يعني هو عيد جماعي للجميع، لكل الوطن، لكل الأردنيين، لكل الشعب، إلكم وإلنا وللجميع، وللي ساهموا وبنوا وتركونا ورحمة الله عليهم. يعني كان لهم فضل كبير في إرساء يعني مقومات الحكومة الأردنية أو الدولة الأردنية إذا صح التعبير.
طبعا رسالتي هي رسالة محبة ورسالة تهنئة ورسالة فخر واعتزاز وشكر وتقدير وحمد ورضا على كل ما أنجز لغاية الآن، وأمل بالمستقبل بأنه هذه النهضة ستستمر وهذا الازدهار سيكون دائما لدى هذه الدولة الفتية الشابة التي قامت بالكثير وأنجزت الكثير خلال 100 عام. الفيديو اللي أنتم حطيتوه في بدايات من عمان ومن الأردن أثر فيي جدا، يعني كمان شوية دموع بلشت تنهمر وأنا بشوف كيف كانت البدايات هالقد بسيطة، وآخر لقطات بال2020 يعني كمية النهضة وكمية العمران وكمية البناء اللي موجود، الطرق يعني احنا لما بنقول الطرق شغله مهمه جدا، هي اللي عمالها بتربط كل المحافظات مع بعض، والجسور والانفاق. احنا كدوله متقدمه جدا، يعني نعتبر دوله متقدمه بكافه المقاييس اذا ما نظرنا الى المستوى الذي وصلت اليه الدوله الاردنيه. هذا كله تم بعرق وعمل وجهد الكثيرين من أبناء هذا الوطن، والشخصيات اللي سبقوني وتحدثوا طبعا كلياتهم ساهموا في إنجازات عظيمة وكبيرة في بناء هذا الوطن. يعني اختياراتكم كانت جدا موفقة، وإن شاء الله رح نشوف المزيد من هذه الخيارات. الشغلة اللي أنا بحب أني أكد عليها وأكدوا عليها زملائي اللي حكوا قبلي، إنه هال100 عام مرتبطة بالهاشميين والحكم الهاشمي. 100 عام من الاستقرار ومن الأمن ومن السلام ومن البناء ومن الازدهار ومن العمل الجاد والمضني، مع وجود تحديات عديدة. التحديات كانت كبيرة جدا، ومع ذلك استطاعت الدولة الأردنية أن تتغلب على هذه المشاكل وعلى هذه التحديات، واستطاعت على الرغم من الإمكانات المحدودة اللي موجودة في الدولة الأردنية أن تنهض هذا النهوض الكبير الذي يثير الإعجاب لدى الخارج والغريب أكثر من أبناء الوطن. بجوز إحنا ما بنشوف هذه الإنجازات زي ما بيشوفها اللي بيجي من برا، فهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا إنه نتذكر 100 عام، ونتذكر هذا الحكم الحكيم الحليم الذي دائما يبادر إلى الخير وإلى اللحمة الأردنية وإلى التواصل مع الشعب الأردني بقلوب منفتحة ومحبة للشعب. فهي تحية أيضا لجلالة الملك عبد الله الثاني وإلى ولي عهده الأمين وإلى كل رجالات البلد اللي خدموا في السابق واللي لا يزالوا على رأس عملهم ويخدمون ويواصلون الليل بالنهار. احنا معجزتنا الأردنية هي من خلال الإنسان، وكما قال الحسين رحمه الله: الإنسان أغلى ما نملك. فهذا الإنسان هو الذي قام بكل ما وصلنا إليه. مرة أخرى بهني البلد وبهنيكم وبهني الجميع وبهني نفسي، والحمد لله إني أنا خدمت وساهمت، وأنا تقريبا قرابة 70 سنة تعايشت مع هذا الحدث المهم. يعني من 100 سنة 70 سنة، 40 سنة منهم على رأس عمل. فهذه كلياتها بالنسبة إلي بتولد عندي عواطف جياشة ومشاعر يعني غريبة جدا. فأنا عمالي بحكي من قلبي، سعيدة جدا بهذا اللقاء، وبشكركم مرة تانية على مبادرتكم الرائعة. بالتوفيق يا رب. شكرا لك، شكرا كثير عن جد، يعني فعليا لمستي قلبي صدقا. وفعلا الفيديو هذا يعني انا كمان عم بتطلع عليه، مع انه مش اول مره شفناه، يعني احنا بنحضر شفناه، بس كل مره بتطلع عليه فعلا، لانه يعني وكيف كمان صور تبعت الشركس كيف كانوا زي ما حكيتي بالبدايات البسيطه، يعني كيف هم من هذا النسيج فعليا من اول ايام كانوا موجودين. يعني فيديو جميل جدا، وكيف شوي 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 عم تنبنى الأردن، وعمان عم تعمر، وهالعمارات عم تطول وعم تتقدم لقدام. وبصراحة كمان أنا كل ما أطلع يعني على 100 سنة هدول اللي راحوا، هذا بحملنا مسؤولية، يعني إنه ال100 سنة الجاي كيف رح يكون شكلها.
رح نستمر بنفس النهج ورح نضلنا بنفس هذه الهمة وبنفس هذا الشعور، لأنه فعلا مش سهل. يعني وضع الأردن ما عمره كان سهل وما عمره يعني ورح تضلها المصاعب جاي، بس إحنا قدها إن شاء الله. وعن جد شكرا، وفعلا كلمتك كانت من القلب ووصلت لقلبنا. عن جد شكرا كثير معاليكي. شكرا. الله يوفقكم دائما. شكرا شكرا شكرا. ما زلنا مشاهدينا قاعدين حاليا عم نستقبل رسائل من العديد من الشخصيات بمناسبة المئوية للدولة الأردنية، وأتوقع هلا عرفات. انت تحمستي مع بعد تحمستي بعد المكالمه معاليها بالضبط. لاحظت صراحه يعني كثير مبسوطه فيها انا كثير. صراحه نفتخر بوجود معاليها ومجموعه بصراحه من اللي اثروا في تاريخ البلد، انه احنا موجودين في مجتمعنا. والآن بما أنه اليوم بنحكي عن الجيل الصاعد، وصراحة في شيء مهم جدا صار في تاريخ الأردن الحديث، أنا أعتقد هو تأسيس صندوق الملك عبد الله للتنمية وهيئة وذراعها الشبابي، هيئة شباب كلنا الأردن. واليوم في عندنا مداخلتين، بدنا نبلش برسالة من أحد شباب هذا الوطن المخلصين السيد أحمد الجبالي. نعرض الفيديو لو سمحتوا. السلام عليكم، أنا أحمد حمد الجبالي من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. اليوم نحن والعالم نحتفل بمئوية الدولة الأردنية، وبنحكي إنه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدولة بقيادتها الهاشمية وهي تكافح في الحفاظ على كيانها وكيان مواطنيها واستقرار إقليمها المحيط بمواقف ثابتة من القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. فهذه الدولة وقيادتها التي عانت وعملت بجد وبنت ودافعت عن حدودها وقضايا أمتها بكل شرف وأمانة على مدار 100 عام، وتحملت الكثير والكثير من الأعباء السياسية والعسكرية والاقتصادية على الرغم من قلة الإمكانيات والموارد وكثرة التحديات والمؤامرات، واستطاعت اليوم أن تقوم بدور كبير في تنمية قدرة الأردنيين ورفع مستوى معيشتهم جنبا إلى جنب مع دعم أبناء أمتنا العربية والوقوف مع قضايانا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فمنذ بدايات متواضعة جدا في بناء المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وسيادة القانون والبنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والمياه إلى مستويات يشهد لها العالم في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية الحالية، والتي يعود جزء كبير منها إلى تحمل الأردن مسؤوليات إنسانية كبيرة حيال اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل وتخلى عنهم العالم الغني والفقير، بالإضافة إلى كلف محاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب الأشقاء التي أرهقت كيان الدولة الأردنية الاقتصادي والاجتماعي. فالاحتفال اليوم ليس أردنيا فقط، لا بل احتفال عالمي بدولة تدعو للسلام بين الأمم وتستقبل ملايين اللاجئين وتحارب الإرهاب على الرغم من ضيق الحال. واليوم الدول العظمى والقوية سياسيا واقتصاديا وصاحبة نفوذ تزعجها جدا مشاكل دول صغيرة في أي بقعة من أرجاء العالم، وتدفع بإمكانياتها الكبرى وترصد الأموال لحل نزاعاتها في كيان أي دولة، في حين أن الدولة الأردنية اليوم تضحي بكل ما لديها من إمكانيات ومؤسسات للمحافظة على قيم الإنسانية والتعاون وسيادة القوانين المواثيق الدولية وتأمين الاستقرار الإقليمي، وهو ما يجب على العالم المتحضر فهمه ومراعاته من خلال رد الجميل للأردن والأردنيين، من خلال دعم وتشجيع الأردن ليبقى الأردن مثالا يحتذى به لدول الإقليم الأخرى وبأقل تكاليف والأضرار. ونستذكر بكل معاني العز والفخر شهداء الأردن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفع وقوة وطننا الغالي وقضايا الأمة. نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة. ولا ننسى رجالات الأردن المحاربين القدامى الأحياء منهم والأموات الذين قدموا الكثير والكثير على مدار مئوية الدولة الأردنية. فاليوم لنحتفل جميعا أيها العالم بمئوية الدولة الأردنية، لأن العالم قد يحتاج 100 عام أخرى لولادة دولة جديدة تقدم ما قدمه الأردن لمواطنيه والقيم الإنسانية والعالم. حمى الله الأردن وشعبه وقيادته الحكيمة، وإن شاء الله
سيحتفل أبناؤنا بالمئوية الثانية لتأسيس المملكة، وقد زالت كل التحديات وأصبحنا في مقدمة الركب العالمي. والسلام عليكم. رسالة جميلة جدا من الأخ والصديق أحمد الجبالي، وبدنا نكمل كمان برسالة أخرى من سعادة النائب المميز الشاب خلدون حينا. ناخذ الفيديو لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وجلالة الملك والشعب الأردني بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وهذه مئوية مليئة بالمناسبات العزيزة على قلوب جميع الأردنيين. فيها عيد ميلاد جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وذكرى معركة الكرامة. الدولة الأردنية شهدت خلال المئوية الأولى إنجازات هائلة شملت مختلف مناحي الحياة، والأردنيون هنا يحتفلون بالمئوية وقد تحققت فيها إنجازات كبيرة وعظيمة في مختلف مناحي الحياة بعرق أبنائها من شتى الأصول والمنابت وتلاحمهم مع قيادتهم. مئوية الدولة هي حكاية نهضة أمة بحالها ترويها كل الأجيال في مناطق الوطن. يحق لنا كأردنيين أن نفخر ببلدنا وبإنجازاته التي نريدها أن تؤسس لمئوية ثانية بقوة. الملك عبد الله الأول هو مؤسس الدولة الأردنية الحديثة، والملك الحسين بن طلال هو بانيها، والملك عبد الله الثاني بن الحسين هو حافظها وحاميها ومجذر وجودها. يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني دائما على العمل المؤسسي المنظم الذي يعتمد على روح الفريق الواحد وتنمية القدرات وإتاحة فرص الإبداع، يشكل مثالا في مواصلة البناء على النحو الذي يحقق تطلعاتنا جميعا كأردنيين. وجلالة الملك عبد الله الثاني يقود الأردن في مرحلة إصلاحية مهمة جدا من عمر الدولة الأردنية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وقد شهد له العالم أجمع بهذه الإنجازات. كل عام وأنتم بخير، وحمى الله الأردن وملكه وشعبه، وكل عام وأنتم بخير. نشكر سعادة النائب خلدون حينا على هاي الرسالة والمداخلة. ولطالما كان للفن والفنون دور كبير في ترسيخ حب الوطن فينا، معنا الآن رسالة من الفنان الأردني القدير إبراهيم أبو الخير، نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلالكم أتقدم إلى مولاي جلالة الملك بمناسبة المئوية وإلى الشعب الأردني عامة بأجمل آيات التبريك، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بخير. أتقدم إلى مولاي صاحب الجلالة بمناسبة المئوية. نحن نمر بمئوية جديدة في عهدكم يا مولاي، نتمنى أن تكون هذه المئوية كما عهدنا فيكم بمستوى الذي يليق بشعبك الوفي، متمنيا أن يكون الشعب دائما هو المتلقي الحقيقي للمئوية الجديدة بالمستوى الذي يليق أيضا بشعبنا الذي تعودنا عليه، الرقي الفكري والوعي والانتماء. كتير مرينا بمراحل الكورونا، عملت منا كتير شعب وفي إلى بعضه البعض، والتفت حول الراية الهاشمية هذه الكوكبة الجميلة من شعبنا الوفي. متمنين أن نمر إن شاء الله من كورونا إلى مرحلة قادمة يتحسن بها الاقتصاد ويتحسن بها الوضع العام لشعبنا الكريم الذي ينتظر منا نحن كفنانين أن نقدم له الجميل بالأعوام القادمة. أشكر كل من هو ضيف في هذا البرنامج،
مداخلتي هي عبارة عن إنسان بحب هذا الوطن، بحب هذا الشعب، بحب مليكه، بحب كل من هو منتمي إلى هذا الوطن الجميل. نحن كلنا الأردن، والأردن كلنا فينا ينغرس وبه نسمو دائما للأعالي. أحييكم جميعا. مثل ما حكى الفنان القدير إبراهيم، هو الخير كلنا الأردن، ولأن الشباب هم بناة المستقبل وقادة الغد. بدنا نكمل بالرسالة التالية مع الآنسة فرح زعاترة، وهي أحد المتطوعين في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. مرحبا، أنا فرح زعاترة من متطوعين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. حابة أنتهز هاي الفرصة لأرفع لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وإلى ساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله، وإلى شعبنا العزيز أسمى آيات التهنئة بمناسبة مرور مئوية الدولة الأردنية. أدام الله الأردن أبيا وشامخا ومستقرا لمئات السنين، فنحن نعم القيادة ونعم الشعب والوحدة الوطنية، فقد تعلمنا وتربينا على حب الوطن والتكاثف يدا بيد. فمملكتنا قامت على الانفتاح على الآخر والحوار والاعتدال، والإيمان بأن التقارب هو أساس التنمية والاستقرار، فقد تمكنت من العيش ضمن حزام النار دون أن تحترق به، وهذا ما عزز دور الأردن، وتمكنت من أن تكون هي محور الاستقرار في المنطقة، وتتواصل المسيرة جيلا إلى جيل يحمل القيم والمبادئ التي تحمل الأردن لمئات السنين. حمى الله الأردن قائدا ووطنا وشعبا. احنا يفترض يكون معنا الآن الدكتور باسل حجطاس المدير العام لمؤسسة كوبان وقناة نارت الشركسية، بس على ما يبدو في خلل بسيط هلأ ممكن يكون معنا، بس خلينا ناخذ فيديو وبنكمل معاكم في حلقتنا الخاصة على قناة نارت الشركسية بمناسبة المئوية للمملكة الأردنية الهاشمية. مساء الخير دكتور. اهلا اهلا، وكل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان وبمناسبة المئوية. وانتم بخير. تسلموا جميعا، الله يعطيكم العافية. جهد كتير حلو وجميل اللي عم تعملوه، ويعني احنا هيك عم نكسب مجموعة من الشباب والصبايا لتلفزيون نارت ان شاء الله في المرات القادمة كمان. وجودكم ضروري. شكرا لك، والله احنا سعيدين انه نكون معكم وموجودين هنا يعني، وكمان كان عندنا فرصة انه يعني نحكي مع كتير شخصيات ونتعرف عليهم وتعلمنا كتير كمان منهم ومنك كمان دكتور. شكرا كتير لك. تسلموا كتير. يعني انا عم بتابعكم من البداية، وفعلا يعني اداء مميز وضيوف مميزين، كلمات كتير جميلة وحلوة، وان شاء الله دائما هيك تلفزيون نارت بيقدم اشياء جديدة وبتفاعل مع كافة القضايا اللي بتهم مجتمعنا الشركسي. إرشادكم هذا دكتور. تسلم. تمام. وبدي أسألك دكتور بمناسبة المئوية، شو رسالتك للشعب الأردني ولملكنا وللوطن؟ تسلمي. يعني أنا حضرت هيك شغلة بدي أحكيها، فإذا سمحتي لي. أول شيء يعني بحب إني أشكركم على الإعداد الجميل هذا البرنامج بمناسبة المئوية تبعت المملكة الأردنية الهاشمية.
كان إنجاز شبابي بحت اللي عملتوه. ولكن يعني بهاي المناسبة أنا بدي أعود بالكلمة تبعتي للبدايات مع مسيرة أجدادنا الشركس اللي منذ أن وطأت أقدامهم في هذه البلاد الكريمة كان هاجسهم الرئيسي الأمن والأمان والتشبث بحياة مستقرة لهم ولأحفادهم من بعدهم. يعني زي ما الكل بيعرف إنه الشركس عانوا أكثر من 100 عام من حروب متواصلة، تعرضوا لتهجير قاسي وظالم، استمر في بعض الأحيان التهجير أو الهجرة تبعتهم 15 يوم من دون توقف، والترحال كان مستمر ضمن موارد ثابتة، وفي كثير من الأحيان كانت في بيئات بعضها معادي وبعضها قاسي. ومع انتشار الجوع والتعب والأمراض اللي فتكت فيهم يعني ما تبقى من الناجين سوى قلة قليلة. الهم الرئيسي كان للشركس اللي استقروا في الأردن التشبث بالحياة والعودة إلى استقرار يبعث الأمل وينهض بالأجيال القادمة ويؤمن حياة مزدهرة آمنة لهم. يبدو أنه هذا هو السبب اللي أصبحت القرى اللي استقروا فيها الشركس كانت يعني هي أيضا يعني تجمع لمجموعة من الناس اللي أيضا أضناهم الاستعمار، الاستعمار اللي كان يعني عم بيسيطر على دول العالم، معظم دول العالم، وعم يعني كانوا المستعمرين عم بيحاولوا انهم يتقاسموا العالم في بينهم. كانت الفكرة انهم بدهم خيرات البلاد بس ما بدهم خير لأهل هاي البلاد. مع نهاية الحرب العالمية الأولى في كثير من القادة من شتى الأمم بدأوا يطالبوا ويسعوا بإنهاء حقبة استعمار الإمبراطوريات الأنانية. وهذه الشعوب المقهورة يعني بتوفر الإرادة عندها وقيادة حكيمة وبتضامنها وتوافقها ووقوفها في خندق واحد تحققت أحلامها ونالت استقلالها وحريتها. يعود الفضل للاستقرار والازدهار والأمن الذي حظي به هذا البلد خلال 100 عام الماضية إلى شعب واعي وقيادة حكيمة تحظى بآفاق وإدراك واسع وتؤمن بالعدالة وبالقيم التي تحترم الإنسان وحقوقه. 100 عام كانت ما بين أمواج وتيارات عاتية لم تنل من هذا البلد الصغير بإمكانياته وتعداده وجغرافيته، والكبير بعزيمة أبنائه وحكمة قيادته وعدالة نهجه الذي جعلته في مصاف الدول الآمنة المستقرة التي يشار إليها بالبنان. كل عام والأردن قيادة وشعبا بخير، وإلى 100 عام أخرى من النهضة والتقدم والعمران، والمسيرة ستستمر ونحن معها سائرون. شكرا جزيلا لكم، ويعني يعني باسمي وباسم فريق تلفزيون نارت وإدارة تلفزيون نارت ومؤسسة كوبان بشكر المشاهدين وبشكركم الأخوان المعدين اللي بينوا على الشاشة واللي من وراء الكواليس. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور، شكرا كثير. وفعلا يعني تصديقا كمان على كلامك، يعني أنا دائما بحكي بقول إنه لما نطلع على الوضع تبع الشركس مثلا كمثال وليس حصرا في الدول المجاورة وفي باقي الدول، رح نلاقي إنه هم كانوا منذ البدايات قادرين إنهم يحافظوا على هويتهم وعلى لغتهم، وإنهم يأسسوا جمعية باسمهم ومؤسسات باسمهم عشان يحافظوا على تراثهم. وهذا دليل على القيادة الحكيمة اللي قدرت إنها تدمج العديد من الأطياف فعليا في الأردن وتخليهم نسيج واحد ومتماسكين. يعني في كتير دول خسروا أسماء عيالهم، بطلوا يعرفوا أسماء عيالهم. في كتير دول ما قدروا يدرسوا اللغة فيها، مثلا إحنا في عنا مدارسنا ومدرسة الأمير حمزة بتدرس اللغة الشركسية، وإحنا كتير كمان حظينا بفرص يعني عشان وأكيد في الحرس الملكي وفي كتير شخصيات شركسية تقلدت مناصب. وهذا دليل إنه فعلا الأردن منذ بداياته
كان قادر إنه يكون متماسك، وإنه الشعب كان كمان حكيم، وقدر إنه يضل مع بعض، وفي هوية وطنية جامعتنا كلنا سوا، كلنا أردنيين. إحنا من 100 سنة أردنيين، وراح نضلنا ل 100 سنة لقدام وأكثر كمان أردنيين إن شاء الله، وهذا الإشي راح يضل دائما جزء منا. وشكرا كتير دكتور، شكرا عن جد يعني لكل كلامك الجميل. تسلموا، الله يعطيكم العافية، تسلموا، شكرا لكم. وهلا رح نختم الحلقة. يعني صراحة لا يمل. يا ريت لو بنقدر نضلنا كمان ساعتين لقدام. أنا شخصيا كلمتي هي إنه إحنا عم نودع أول 100 بفخر واعتزاز، ورح نستقبل 100 السنة القادمة بإصرار وعزيمة. وإحنا الآن عم نخط المستقبل، وبانتمائنا وحبنا للوطن نجدد العهد، ليبقى أردننا كما عهدناه وكما العالم كله عهده، وطنا حاضنا للجميع ووطن آمن ومنيع. وفي هاي المناسبة بنؤكد كأردنيين من أصول شركسية دعمنا والتفافنا حول القيادة الهاشمية، وسنبقى ونظل أوفياء لهذا الوطن قيادة وشعبا. في نهاية حلقتنا اليوم بس بدي أأكد على مجموعة من الشغلات. بداية إحنا وصلنا أكثر من هذا العدد من التسجيلات، ولكن صراحة لأسباب تقنية بتخص البرنامج ما قدرنا نعرض جميع الفيديوهات، فبنعتذر لأي شخص سجل لنا فيديو أو حاول يتواصل معنا وما قدرنا ناخده على الهواء. وإن شاء الله الحلقات القادمة، إحنا المئوية اليوم نحتفل، صحيح إنه بنحتفل اليوم، ولكن المئوية بدنا نحتفل فيها سنة كاملة. تسوى هاي البلد، وإحنا يعني حقها علينا إنه نحتفل فيها سنة كاملة بالحد الأدنى صراحة. وفي نهاية حلقتنا اليوم من احتفالات قناة نارت والمؤسسات الشركسية بمناسبة مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، استذكرت أول قصيدة كتبت لجلالة الملك عبد الله الثاني، وكتبها الشاعر حبيب الزيودي رحمة الله عليه، وقال فيها: هلا يا عين أبونا وضوء ديوانه، هلا يا واسطا للبيت والأشراف عمدانه، هلا يا صبحنا ويا قمحنا ويا نبع روانا، هلا يوم أقبل الضيفان رحبنا بضيفانه، وشدينا أحبال البيت وشبينا بنيرانه، خوابينا بعون الله يا أبو حسين مليانه، وروابينا صار العز والأمجاد عنوانه. والله يعطيكم العافية، ونلقاكم في حلقات قادمة على قناة نارت الشركسية.